شعب الجزائر مسلم، وإلى الصحابة ينتسب. من قال ضل عن الهدى أو في التشيع قد رغب، أو قال أنه يرتدي دين المجوس فقد كذب، أو رام تشييعا له رام المحال من الطلب، بل قال زورا وافترى وأتى من الأمر العجب. قدر الصحابة عندنا يسمو على تلك السحب، حب الصحابة ديننا ورضاعنا حتى نشب، وبذكرهم يهفو لنا ذاك الفؤاد ويضطرب. هيهات نقبل سبهم أو رميهم يوما بعيب، يا نشأ أنت لها فقم وأعد لنا مجدا ذهب. كل الصحابة مكبرا إكبارهم حق وجب، هم خير من وطئ الحصى بين الأعاجم والعرب، فالصحب خير الخلق بعد الأنبياء ذوي الرتب. لا، ليس يبغض صحبنا إلا فؤادا قد خرب، فاعجب لقلب مبغض للصحب ذاك هو العجب. ولا ربما يهفو لهم ويحن جذع من حطب، دين الروافد ليس من دين ابن عبد المطلب. دع عنك كلبا قد عوى ودع الغراب إذا نعب، واحذر من الأنجاس هم أعدى وأفتك من جرب. لا، ليس يذهب داءهم إلا جحيما ملتهب، لا، ليس يذهب داءهم إلا جحيما ملتهب. تبا لدين يرتدي سب الصحابة ثم تب، من كان يرضى سحبنا فعلى الكرامة والرحب، أو كان يبغض جمعهم فله المهانة والحرب. هذا لكم عهدي إذن حتى أوسد في التراب، فإذا هلكت فأخبروا قولوا تكلم لم يهب، ومضى بحرقته على صحب النبي المنتخب. شعر لأبو ميمون منور عشيش من ولاية أم بواقي الجزائر، قراءة عبد الغني زين من ولاية يارت. أنا جزائري سني بفضل الله تعالى، ندعو إلى السنة ونقف لكم بالمرصاد. نحن على السنة ومذهب السنة، أنصارها ورجالها، أقلامها وسيوفها بإذن الله تعالى. إذا وجدنا بدعة نمسحها مسحا. الجزائر سنية ولن يكون لكم فيها موطئ قدم، لن تتحصلوا على شيء على أرض الجزائر. هو يقول جزائر سنية وأنت ترى بأنها جزائر سنية وستبقى سنية. أنا كتبت وأنا الحامي لك بالمعن، وأنا الحامي لك بالمعن، لتعيش حرا طول الزمن، لتعيش حرا طول الزمن. وطني 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 وطني، طار الثمن طار الثمن، روحي مالي نفسي بدني، روحي مالي نفسي بدني. وأنا الحامي لك بالمعن، وأنا الحامي لك بالمعن، لتعيش حرا طول الزمن، لتعيش حرا طول الزمن. وطني 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 وطني، طار الثمن طار الثمن، روحي مالي نفسي بدني، روحي مالي نفسي بدني. وأنا الحامي لك بالمحن، وأنا الحامي لك بالمحن، لتعيش حرا طول الزمن، لتعيش حرا طول الزمن.
الكاذبون الذين يدعون أنهم شيعة آل بيت رسول الله. من هذه عائشة التي تتكلمون في عرضها وتطعنون في دينها؟ الصديقة بنت الصديق لم يشفع لها أنها زوجة نبينا وحبيبة قلبه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لم يشفع لها أن الله تبارك وتعالى أنزل في حقها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة 10 آيات كريمات في حق الصديقة بنت الصديق، يدافع الله جل وعلا عن عرضها ويبرئها من فوق 7 سماوات. ورحم الله أخا من إخواننا وشابا من شبابنا نطق لسانه بحكمة في أبيات نظمها غيرة لأمه عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال: أوما أغار على المعظم شأنها ولعرضها رب السماء يغار، وهي الجليلة في النساء بقدرها ذكر رفيع في الكتاب ينار، بمناقب عجز اللسان لذكرها وفضائل تدع الأديب يحار. هذه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها نغار عليها، ولا دين لمن لا يغار على أمه، لا دين لمن لا يغار على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن هذه القناة التي فتحت لهذا الدعي المجال قبل أيام أتت برجل يمثل أنه شاذ جنسيا من هؤلاء الذين تعرفونهم والذين ينتشرون وذاع أمرهم وخبرهم في بلاد الغرب، ولم نعهد في بلدنا ولا في أي بلد من بلاد المسلمين أن يظهر أحدهم على وسائل الإعلام ويتكلم بكل حرية بأنه متزوج برجل، ولا حرج في ذلك. هذا إن دل على شيء إخوة الإيمان إنما يدل على هذا المخطط الرهيب الذي يحاك من وراء البحار، والذي من ورائه اليهود والنصارى والماسونية العالمية التي تريد دمارا وتدميرا لأمة الإسلام. وفي النهاية ظهر أن هذا الشاب إنما طلب منه أن يمثل دور الشاذ جنسيا، وأخبروه أن صورته لن تظهر على الشاشة. فلما ظهرت صورته كانت الفضيحة، وأرسلت وزارة الاتصال إنذارا لهذه القناة على صنيعها هذا القبيح. والأقبح منه هذه الفرصة التي أعطيت لهذا الدعي من خلالها ليسب أمنا عائشة وينتقص من قدرها ويصفها بما شاء من بأخبث الأوصاف. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه المرأة الصالحة الولية لله جل وعلا التي فضائلها لا تعد ولا تحصى، ألا يكفي أنها
أحب زوجات نبينا عليه الصلاة والسلام إلى قلبه. ألا يكفي أن الله تبارك وتعالى برأها بهذه الصورة ما لم يبرئ به أحدا من خلقه؟ ألا يكفي في فضلها ورفيع قدرها أن الله جل في علاه هو الذي زوجها نبيه عليه الصلاة والسلام؟ لعلكم لا تعلمون هذا، وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها قال: أريتك في المنام 3 ليال، أي أرى الله جل وعلا نبيه أمنا عائشة في المنام. قال: جاءني بك الملك في سرقة من حرير. جاء فيما يراه النائم، ورؤيا الأنبياء ليست كرؤيا غيرهم، رؤيا الأنبياء حق كما قال عليه الصلاة والسلام، أي في قطعة من أطيب أنواع الحرير. فيقول أي الملك: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يكن هذا من عند الله، إن يكن هذا من عند الله يمضه، أي إن الله جل وعلا بالغ أمره. إذا كانت هي زوجته التي أرادها الله جل وعلا له سيكون كذلك، وكان كذلك، وكانت زوجته وهي الوحيدة من زوجاته جميعهن رضي الله تعالى عنهن، تزوجها بكرا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أحب نسائه إلى قلوبه. يتكلم هؤلاء ويطعن هؤلاء الأدعياء، لهم من الله ما يستحقون. نسأل الله جل وعلا العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخرص ألسنتهم، وأن يشل أيديهم ويكسر أقلامهم، حتى لا يتعرضوا لهؤلاء الذين هم أحب الناس إلى قلوبنا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الطاهرين والطاهرات، الصديقين والصديقات، الذين فضائلهم في الكتاب المنزل أو في سنة النبي المصطفى كثيرة وكثيرة جدا. يتكلمون عن عائشة ويدعون النسبة إلى آل البيت، فعن أي عائشة يتكلمون؟ عن عائشة بنت جعفر الصادق رحمة الله تبارك وتعالى عليه، سيد من سادات آل البيت وإمام من أئمتهم، أم عن عائشة بنت موسى الكاظم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، سيد من سادات آل البيت كذلك، أم عن عائشة بنت علي الرضا؟ جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون